مباريات 5000 جنيه على لاعبي على النادي الاهلي. يعني الحقيقه يعني هنرجع بقى نتكلم شويه عن العقوبات دي، ونرجع نتكلم شويه عن رد الفعل. يا جماعه احنا طول عمرنا من اول الازمه دي ولا كنا مع ولا كنا ضد، كنا دائما في الملاعب اليوم ناس محايده بتتكلم لمصلحه البلد. المخطئ يعاقب، وقفنا ورا قرار الاحاله وقلنا واشدنا واتكلمنا ومفيش ادنى مشكله، وكنا من اول البرامج في مصر والحمد لله اللي توقعنا القرار. معانا هنا رؤساء التحرير، محمد دمرداش حقيقه اتكلم كتير في القصه دي، محي ورده، وليد الحسيني، الفرقه كلها الحقيقه كان الناس كلها من بدري كان توقعاتها بالقرارات دي. 2 تجميد، 3 سنين ما يلعبش على ارضه. احنا برضو في النهايه مفيش اي مشكله، بس عايزين النهارده نتناقش. شفنا امبارح جميع الفضائيات طلعت بالقرارات، اللي مع واللي ضد، واللي ولعها واللي شعللها واللي سخنها واللي بوظ قناه السويس واللي هيدمر اتحاد الكوره واللي بيشجب واللي بيندب واللي مع واللي ضد. احنا مش عارفين. انا ما شفتش امبارح واحد اقتنع وافق. ده بعد رد فعل، ده رد يعني بعض من رد فعل جماهير نادي المصري. هل ده رد الفعل المظبوط؟ احنا عمرنا من اول يعني من اول احداث ما اتكلمنا على التراس اهلاوي ولا على جمهور المصري ولا وكنا دائما محايدين ونحترم القرارات وكل حاجه اشدنا بيها. هل هذا هو رد الفعل؟ يعني رد فعل جمهور النادي المصري عقوبه توقعت. والله انت عايز تتظلم يا سيدي تظلم، قدم، امشي في الخطوط الرسمي وتظلم، قدم للاتحاد، قدم للاتحاد الدولي، ما فيش مشكله. لكن هو ده الوضع، حرب شوارع بالمنظر ده، نار بتولع، بلد بتشتعل علشان في النهايه ماتش كوره المصري موجود او المصري مش موجود. مع احترامي المصري الاهلي اي حاجه يا جماعه، البلد اكبر كتير قوي من الناس دي، اكبر كتير جدا من اي نادي، اكبر كتير جدا من اي اعلامي، اكبر كتير جدا من اي واحد بيزايد على البلد، اكبر كتير جدا من اي مجموعه بتستغل وجود 1000 2000 عشان تندس وتعمل خراب وتخرب وتكسر. طب انت النهارده بتعاقب مين؟ بتولع في شوارعكم وبتكسر بلدكم، انت بتعاقب مين؟ بتعاقب نفسك؟ زعلان على مين؟ انت زعلان على مين؟ اعترض يا اخي، قول اللي انت عايزه، قدم التماس. مجلس اداره النادي الاهلي برضو معترض، الالتراس الاهلاوي معترض، اسماعيليه معترضه، بورسعيد معترضه، عاملين وقفه. امبارح كل الفضائيات نددوا وقالوا فين نواب مجلس الشعب ينزلوا يهدوا الشارع البورسعيدي. ناس كتير قوي اتكلمت فين نواب مجلس الشعب، وانا فوجئ ان نواب مجلس الشعب نزلوا ووقفوا وتضامنوا مع الشارع البورسعيدي واقفين في المظاهرات. انا مش عارف واقفين بيهدوها ولا مقتنعين بيها. لو مقتنعين بيها يبقى الله يرحمنا، لو الناس بيهدوها يبقى كتر الف خيرهم. برضو الناس نواب مجلس الشعب او الناس اللي بتقود الناس او الناس المحترمه والمسؤولين، المفروض الناس دي قعدت وعملت قعدات مع رئيس مجلس الوزراء استاذ كمال الجنزوري، وقعدوا مع الكابتن حسن حمدي وحصل قعدات. يعني المفروض ان في اتفاق ان يبقى في تقبل للقرارات، القرارات يمين القرارات شمال، ما يبقاش فيه مشكله. يا جماعه بمنتهى الصراحه انا مش بعلق دلوقتي على قرار صح لصالح المصري او لصالح الاهلي، انا بعلق ان احنا دلوقتي بنعترض على كل حاجه. قبل ما يطلع قرار واحنا بنعترض وبنهدد وبنتوعد، بعد ما طلع القرارات بنهدد وبنتوعد. انا اعرف ان القرار يبسط حد ويزعل حد، لكن قرار يزعل كل الناس انا مش عارف. برضو لسنا مع ولسنا ضد، لكن احنا ضد اي تخريب، ضد اي حد يلوي دراعنا، ضد اي حد يبقى عايز قرارات على مزاجه، ضد اي منظومه تبوظ في البلد. مصر اكبر من القصص دي كلها. علشان الكوره مش مهم الكوره لو بالمنظر ده. الناس دي جمهور كوره، اللي مولع كده وبيقطع الطريق ده جمهور كوره، المنظر ده جمهور كوره. فين ادارات الانديه؟ ادارات الانديه النهارده مرتعشه وخايفه من ايه؟ خايفه من الجمهور وخايفه من الالتراس. هنا الجمهور بيدفع ضريبه في المصري، وهنا الالتراس بيدفع ضريبه. ان النهارده المسؤول او المسؤولين في الانديه مش عايزين يقولوا كلمه حق، كلهم عايزين يرادوا الجمهور. الناس بتتوعد والناس واقفه بتعترض وبتشجب قبل كل ده. طيب فين مسؤولين الانديه قبل الماتش ده؟ راحوا فين؟ مسؤولين انديه النادي المصري ما تدخلوش وهدوا الدنيا ليه وقالوا للناس بلاش التصريحات؟ مسؤولين النادي الاهلي ما تدخلوش ليه واتكلموا وقالوا بلاش وهدوا الالتراس؟ كله بعد ليه؟ كله بيحاول النهارده، انا شايف النهارده ان كله بيحاول يسعى او بيغني على لا زي ما بيقولوا. حتى الاعلام الرياضي اللي بنتهمه يا جماعه كفايه. بورسعيد امبارح ولعت على الاعلام، اعلاميين امبارح يعني مظاهرات رهيبه ضدهم. خلاص كفايه. احنا خليك محايد، ولا مع ولا ضد، قول وجهه نظرك بس مش بالمنظر ده. مش هشوف هنا 10000 ابقى معاهم، هنا 20000 ابقى معاهم.
انا والله العظيم انا من وجهه نظري ان الجمهور هو المظلوم، الجمهور المصري هو المظلوم، التراس اهلاوي هو المظلوم. حد يتكلم، حد ينزل، حد يفهم. ما نقعدش نسيب الناس وكل واحد يقول للناس انتوا صح. اعضاء مجلس الشعب في بورسعيد انتوا صح يا جمهور المصري والدنيا سخنه. هنا النادي الاهلي انتوا صح يا التراس اهلاوي. امال مين اللي غلط؟ طالما كل دول، امال مين اللي غلط؟ مين اللي هيوعي الشباب؟ مين اللي هيعمل وقفه بجد مع نفسه؟ مين اللي هيقول مصلحه البلد اهم؟ مين اللي هيقول كفايه خراب؟ مين اللي هيقول مش كل واحد يزايد على نفسه، كل واحد مصلحه شخصيه؟ مين اللي هيقول للاعلام الرياضي كفايه كده، خليكم محايدين، مش كل واحد بيدور على الملايين؟ ما عادش ينفع. البلد بتروح وكل واحد بيدور برضه على نفسه، وكل واحد يطلع على الشاشه يقول عملت سبق، انا اول واحد بنيت الهرم، مش كده. دي مصلحه بلد ولازم نحافظ على البلد ولازم نوصل بالبلد لورا الامان. انا ما بقولش ان القرارات كويسه او وحشه، انا بقول معترضين على القرار نسلك الطرق الشرعيه، نقدم احتجاجات، نقدم تظلمات، نلجا للفيفا، نتكلم في العقوبات. ممكن العقوبات تخفف، ممكن تغلظ، ممكن تكون عقوبات ظالمه، ممكن تكون ادي مرتعشه، كل الكلام ده ماشي. نخرب لا، نحرق لا، نعمل وقفات احتجاجيه لا، نروح اتحاد الكوره ونحرقه لا. احنا هنستفيد ايه؟ في النهايه هنستفيد ايه؟ المسؤولين اللي قاعدين في البيت، مسؤولين النادي الاهلي، اعضاء مجلس الاداره ينزلوا يتكلموا مع الناس. النواب بتوع مجلس الشعب بتوع بورسعيد ينزلوا يتكلموا مع الناس. هتهدوها، هتولعوها، اول ناس هتحاسب على فاتورتها انتوا اول ناس هتحاسبوا على الفواتير دي كلها. ما تفتكروش ان كل واحد قاعد في منصبه وخلاص. احنا بنقول اللي معترض على القرار يتظلم، بس ما كفايه. الناس ماتت كتير، يا ترى في ناس هتموت تاني؟ يا ترى في خراب تاني؟ يا جماعه نعمل وقفه ونسلك الطرق الشرعيه. احنا بنتكلم بكل حياديه، ولا مع بورسعيد ولا مع النادي المصري ولا مع النادي الاهلي ولا مع الالتراس. احنا مع البلد دي عشان البلد دي تروح في حته كويسه. هنرجع تاني ونكمل موضوعنا بس بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل الملاعب. اليوم هنكمل الحقيقه بقيه مواضيعنا بقى، وقبل ما اكمل بقيه عناويننا النهارده اللي معانا اهلي ومصري، مصري واهلي، عقوبات. الحقيقه معانا خبر يعني كويس. امبي الحمد لله النهارده كان بيلعب مع بطل بوروندي في بوروندي وتعادل 1-1 في الدقيقه 90 لاحمد عبد الظاهر. الحقيقه بطوله كاس الاتحاد الافريقي بطوله مهمه جدا لامبي، وامبي يعني زي ما بيقولوا كده بقاله فتره طمعان في بطولات. فالحقيقه خبر كويس جدا، ان شاء الله باذن الله امبي يكمل، ويعني اللقاء هنا يكون لقاء كويس ويتاهل امبي للدور اللي بعده بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. الامبي والزمالك والاهلي برضه هيلعبوا بكره، وعايزين نشوف الكره المصريه او الفرق المصريه في انتصارات دائما ان شاء الله باذن الله. هنكمل بقى موضوعنا النهارده. كنا لسه بنتكلم معاكم على عقوبات الاهلي والمصري وقلنا يعني قبل ما نطلع فاصل، انا قلت لينا وجهه نظر. كل الناس بقى لها فتره في مزايدات. الوقت دلوقتي ما عادش يستحمل يا جماعه. احنا بندي اخر نصيحه زي ما اتعودنا دايما من داخل ملاعب اليوم. احنا ما عندناش حاجه نعملها، يعني ما بنعملش زي بقيه الناس، ولا بنسخن ولا بناخد جنب هنا ولا بناخد جنب هنا، ولا حتى لينا تعليق بمنتهى الصراحه على العقوبات، سواء هزيله سواء جامده. احنا ملناش ادنى علاقه. دي عقوبات ممكن تكون هزيله، النادي الاهلي من حقه يعترض، ممكن تكون عقوبات جامده من حق النادي المصري يعترض. بس احنا عندنا وجهه نظر بما يرضي الله ووجهه نظر لربنا. اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي او المسؤولين عن مجلس اداره النادي الاهلي لازم يتحركوا دلوقتي حالا وينزلوا ويقعدوا مع الالتراس ويهدوا الدنيا ويهدوا القصه، ويقولوا لهم ان هم النهارده في صدد ان هم يبعتوا شكوى للاتحاد الدولي ويخلوا الموضوع يهدى. مش يا جماعه مش عايزين عدد في الشارع، مش عايزين مظاهرات، مش عايزين مباني بتتحرق، مش عايزين تعاملات مع الشرطه والجيش، مش عايزين الكلام ده، مش عايزين. اعضاء مجلس الشعب بتوع بورسعيد لازم ينزلوا دلوقتي ويهدوا الوضع. هم نواب الشعب، يحافظوا عليهم، يحافظوا على الشهداء اللي توفوا. كفايه كده، اتعلمنا ب75 شهيد، مش عايزين نيجي نعيط بعد كده بعد اللي هيحصل. كفايه، وكل واحد ياخد طريقه، المعترض ياخد طريقه واللي موافق يرحب ويرحب بالوضع، وربنا ان شاء الله باذن الله يعني يكرم الجميع وما نشوفش الصور دي تاني. وبرده طالما بنتكلم في مواضيع معانا النهارده عناوين، هقول لكم اول عنوان برده: الاهلي يهدد باللجوء للفيفا. الاهلي الحقيقه من اول دقيقه هدد باللجوء للفيفا. الاهلي بيهدد لجوء الفيفا قبل القرارات،
بس واضح برضو ان الاهلي كان عنده خلفيه ان في تجميد، والاهلي كان بينادي بعقوبات معينه بيهدد. عايز اقول لكم حاجه، من حق النادي الاهلي او من حق الكابتن حسن حمدي ان هو يهدد بلجوء الفيفا ويعمل ملف محترم ويلجا للفيفا ويشتكي. ممكن العقوبات تغلظ، ممكن العقوبات تنزل، مفيش مشاكل طالما في اطار يعني الخط او اطار زي ما بيقولوا كده اللاين اللي احنا متعودين عليه، مفيش ادنى مشكله. بس برضو بكرر تاني وثالث وخامس، اعضاء مجلس الاداره استاذ خالد مرتجي الدرندلي العام رانيا علواني، كل الناس دي تنزل دلوقتي وتتحرك وتقعد مع الالتراس والروابط وتهدي القصه وتهدي الدنيا. الحقيقه برضو هنسيب الموضوع ده وهنروح شويه بروندي. معانا حد من معانا مين يا دمرداش؟ معانا الكابتن عادل زكي المدير الاداري النادي امبي. مساء الخير يا كابتن عادل. مساء الخير يا كابتن سيف. ازي حضرتك؟ وطبعا يعني تعتبر الف مبروك على النتيجه دي. ربنا يخليك كابتن سيف، ربنا يكرمك. اتكلمنا يا كابتن عن المباراه بقى. احنا عارفين ان امبي تعادل في الدقيقه 90 من الشوط الثاني، والهدف لاحمد عبد الظاهر. كانت مباراه عصيبه جدا. كلمنا بقى عن المباراه، كلمنا عن يعني اداء امبي النهارده في المباراه. والله يا كابتن سيف يعني النهارده الجو بقى لنا يومين ثلاثه كده الجو حر قوي هنا في بروندي. وقبل الماتش بساعه ونص كده مره واحده الامطار بقى يا كابتن سيف، تعرف افريقيا في لحظه كده الفصول بتيجي كلها مع بعض كده، فلقينا امطار غزيره بدرجه رهيبه جدا 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 يعني. لكن الحمد لله قبل الماتش بحاجه بسيطه كده ما يبدا الامطار خلاص يعني انتهت. الشوط الاولاني السجال بيننا وبين بروندي. الشوط الثاني هم ضغطوا شويه كده، يعني المدير الفني تقريبا اداهم دش، وكان حسام ادى برضه دش من الطرفين. بس هم كان في كره مباغته كده في الدقيقه 10 تقريبا في الجنب اليمين كده، اترفعت صارت ورا علي لطفي وجت في المقصه وقامت داخله كده في ظهره كده يعني. كابتن عادل يا ترى كابتن اتفضل يا كابتن. بعد جون على طول يا كابتن سيف بروندي في نص ملعبه. بروندي في نص ملعبه يعني كان في ضربه جزاء لغايه ما جت الدقيقه 90. احمد عبد الظاهر كره رقص فيها وانفرد، قام متعرقل فاتحسب ضربه جزاء. دخل عادل مصطفى حط الكوره على شمال الجون وانتهت نتيجه 1-1، ولا نتيجه عادله بصراحه يعني بين الفريقين يا كابتن سيف يعني. هل يا كابتن بالنسبه للكابتن حسام بدري، هل كان في حاله رضا على الفريق؟ كان بيلعب على ال3 بونت، كان بيلعب على البونت من اول دقيقه؟ لا كابتن حسام مش راضي عن اداء الفرقه بصراحه. لو بتتكلم على الصراحه ما كانش الراجل راضي على اداء الفرقه ومتضايق. يعني النتيجه بالنسبه لنا ايجابيه 1-1، بس مش عاجبه اداء الفريق. هو طموحه الحقيقه كبير يعني. بشكرك والف الف مبروك يا كابتن عادل، وان شاء الله باذن الله تيجوا بالسلامه. كابتن عادل زكي الحقيقه يعني من الشخصيات المحترمه جدا، بنشكره. هنكمل الحقيقه برضو اخبارنا معاكم. زي ما شفنا الاهلي بيهدد باللجوء للفيفا، برضو الالتراس بيعمل وقفه احتجاجيه اهلاويه، والوايت نايتس بيمتنع. الوايت نايتس هنا الاهلي بيهدد ان هو هيعمل وقفه احتجاجيه الاحد امام مقر اتحاد الكره. الكابتن انور صالح بيدي تعليمات للموظفين ان هم ما يجوش. انا شايف ان الحاجات دي كلها مش حلول، انا شايف ان تهدئه الموقف ده افضل. الوايت نايتس الحقيقه كان ليه وجهه نظر، بيقول احنا شاركنا الفتره اللي فاتت، وقفنا لحد ما قرار الاحاله طلع، تضامنا مع الشهداء ومع زملائنا لحد كده خلاص. احنا ما عادش عندنا قصه ثانيه، القرارات طلعت، اللي عنده يعني وجهه نظر او عنده حاجه عايز يتظلم. اعتقد برضو وجهه نظر يعني هاديه، او وجهه نظر برضو كويسه. برضو اسر الشهداء الاهلي تبحث غدا شكوى الجبلايه. اسر الشهداء او رابطه اسر الشهداء الحقيقه بتعمل اجتماع طارئ يوم السبت اللي هو النهارده في تمام الساعه 7 عشان يناقشوا عقوبات احداث مجزره استاد بورسعيد. والحقيقه برضو يعني اسر الشهداء برضو او رابطه اسر الشهداء انا شايف ان هي بتتصرف تصرفات محترمه او بتتصرف بهدوء بقالهم فتره. حتى تعاملاتهم مع مجلس اداره نادي الاهلي او الطريقه اللي هم بيتعاملوا بيها ناس هاديه، بتصرف في ظروف هاديه. الناس هتعمل اجتماع، هتطلع بقرارات، هتطلع ببيانات، مفيش مشكله، نختلف ونناقش ونعترض، مفيش ادنى مشكله. بس ما نديش فرصه للمجرمين ولا اعداء البلد ان هم يخشوا في مظاهرات او يستغلوا وجود الوفات بتطلع او بتقف عشان يخربوا ويحرقوا في البلد. وهو ده اللي لازم نخلي بالنا منه الفتره الجايه، وهو ده اللي لازم الفخ اللي لازم ما نقعش فيه. برضه في اسماعيليه مسيرات اسماعيلاويه لتأييد البورسعيديه. اسماعيليه طلعت النهارده برضه بمسيرات بتؤيد يعني بورسعيد. امبارح الحقيقه مش النهارده بتؤيد النادي المصري او بتؤيد شعب بورسعيد، وشايفه ان العقوبات دي يعني كانت عقوبات الحقيقه يعني كانت قاسيه شويه على نادي بورسعيد. احنا برضه
الاسماعيليه برضو عندها وجهه نظر، مفيش مشكله، وجهه نظر برضو تحترم طول ما هي في اطار السلمي او في اطار الاختلاف لوجهات النظر لا يفسد للود قضيه. احنا لينا وجهه نظر، وميسره النجم بتاعنا من اسماعيليه ليه وجهه نظر. تعالوا نروح بقى نشوف وجهه نظر ميسره من اسماعيليه ونرجع تاني. من أدخل الكرة في مستنقع السياسة فعليه انتشالها سريعا. فحوى ومضمون ما دار في الزيارة الغريبة والجديدة من نوعها لرابطة جماهير النادي الإسماعيلي لبورسعيد وإعلان مؤازرتها للمدينة الباسلة وجماهير النادي المصري كلمات وعبارات غريبة شهدتها المسيرة الصفراء للمدينة الباسلة، حملت معاني التآخي والتلاحم، لكن عبرت عن مشاعر غضب تنذر بعواقب وخيمة في الوقت نفسه. النهارده كابتن انت جاي من الاسماعيليه تناصر شعب بورسعيد في ازمتهم الاخيره، شعورك يا كابتن من الاسماعيليه وبورسعيد شعب واحد يا كابتن؟ والله احنا جايين بلدنا، مش جايين بورسعيد واسماعيليه، جايين بلدنا. بورسعيد هي اسماعيليه. الاعلام المصري كله يعني الغالبيه العظمى منه نجح ان هو يوصل لشعب بورسعيد الاحساس بالظلم، والاحساس ان هو شعب مقهور، والاحساس ان هو شعب من دوله ثانيه. وانتوا عملتوا السيناريو، بتنفذوا السيناريو اللي امريكا عايزه تعمله، عايزه تقسم الشعب المصري، وانتوا ساعدوا لكده. اتهمتوا شعب بورسعيد بالخيانه والعماله. الشعب اللي دافع عن مصر في 56 و67 و73 اللي قدم من ولاده ضحايا وشهداء، دلوقتي بيتهموه بالخيانه. شعب بورسعيد اطهر شعب في مصر، ودي اطهر ارض في مصر، الارض بتاعت الابطال. بقول لهم يا جماعه بورسعيد مش لازم يحصل فيها اللي بيحصل. جيت انا واخواتي مجلس اداره النادي الاسماعيلي وجمهور اسماعيليه وجايين نشاطر ونيجي اخواتنا واهالينا نادي المصري وبورسعيد. انا شايف حاجات عمرها ما اتعملت. حرام ان انت تيجي تعمل مشكله وتلبسها لجمهور بورسعيد وشعب بورسعيد، وما ينفعش الكلام ده. شعب بورسعيد وجمهور بورسعيد احسن ناس، وعمرهم بنلعب بقالنا 20 30 سنه بنلعب، عمرهم ما عملوا مشكله. جاي توقف الكوره ليه؟ ما فيش الا اهلي وزمالك في مصر. احنا امه واحده، احنا مصريين. احنا امه اتولدت عشان تخلد اسمها في التاريخ، مش عشان يفتتونا. احنا حاجه واحده انا عايز اقولها والناس دي تسمعها والتلفزيون كله يسمعها: اللي قلب الكوره سياسه يرجعها زي ما كانت تاني. اللي قلب كرة القدم في مصر سياسة يلحق يرجعها تاني بدل ما تتقطع. وبنرفض أي تدخل في شؤون بورسعيد، لأن اللي حصل في استاد بورسعيد من ماتش الأهلي دي ناس خارجة عن القانون. شعب بورسعيد شعب بريء، شعب محترم. مدن القناة هي اللي تعبت في مصر، مدن القناة بالإجماع بورسعيد والإسماعيلية اللي تعبوا، هم اللي هجروا، هم اللي هاجروا، هم اللي دفعوا، وهم الجبهة الداخلية لحماة مصر. لكن انا بقول ان احنا النهارده جايين بنرفض اي قطيعه لشعب بورسعيد. لابد من تدخل الجهات المعنيه في مصر بالكامل، من اول سياده المشير رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، بعدم الحصار على هذا الشعب المحترم، الشعب المناضل، الشعب اللي احنا بنفتخر بيه كلنا. احنا على حدود بورسعيد، احنا من ضمن اهل بورسعيد، احنا من عائلات بورسعيد، فاحنا لازم ولابد ان احنا نتكاتف معاهم. اللي حضر العفريت يصرفه، واللي خلى الكرة سياسة هو اللي يرجعها. مصر كلها ايد واحدة. الحقيقة مصطلحات جميلة جدا وكلام الحقيقة محترم جدا. لينا رد واحد بس، هنقول ايه في الرد ده بعد كل الكلام اللي اتقال؟ بورسعيد شعب محترم، بورسعيد جزء من مصر، بورسعيد هي مصر، ما فيش ادنى مشكلة. شعب بورسعيد بريء، الالتراس ناس محترمة، شباب محترمة وليس مجرمين. خلاص خلصنا القصة كده. نكمل بقى الحقيقة بقيه مواضيعنا، لان كل حد بيطلع يقول لنا كلام احنا مش فاهمينه. ايوه بورسعيد يا عم، ما فيش حد جاب سيره حاجه من الحاجات دي. وبرده يعني كل واحد وليه وجهات نظر. نواب بورسعيد يشاركونا في مظاهرات الالتراس. نواب بورسعيد الحقيقه كان امبارح في كلام ان هم لازم يطلعوا ويشاركوا ويتكلموا. قلنا ان هم هينزلوا ويهدوا الشارع البورسعيدي. نزلوا الحقيقه برده كان ليهم وجهه نظر، برده وجهه نظر تحترم، لان قبل كده بعض الاعلاميين قال في الحدث ده ما حصل في لندن الفرقه اتشالت 5 سنين. هم برضو بيقولوا ان في الدوري الغاني هارتس اوف مع كوتوكو كان حصل الحقيقه حادثه ومات 139 واحد، وعايزين الحقيقه برضو ان هي تبقى بالمثل
اعتقد وجهه نظرنا يعني الضعيفه المتواضعه ان هم كان لازم يهدوا الاول الناس دي، وكان لازم يعملوا نوع من التهدئه عشان ما نشوفش المنظر ده في الشارع. مش بس بورسعيد اللي معترضه، او مش بس النادي الاهلي اللي معترض، او مش بس اسماعيليه، ويعني نادي الزمالك ملوش نفس. اللي هو صبري سراج برضه بيقول قرارات الجبليه في احداث بورسعيد غير حياديه. اللي هو صبري سراج المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، الراجل الحقيقه بيتكلم وبيهاجم بشده وبيقول لا، النادي المصري اخذ عقوبات كبيره جدا وما كانش الموضوع مستاهل كل ده، وليه عامين، وليه ظلمنا اللعيبه، وذنب الرياضه ايه، والاتحاد الدولي بيقول ان اللعيبه ما تتظلمش. برضو دي وجهه نظر اللي هو صبري سراج. الحقيقه يعني ايه، خلصنا كل وجهات النظر وبنطلب تاني وتالت ورابع في القضيه دي. بنقول يا جماعه اللي معترض ناخد الخط الشرعي، لسنا مع ولا ضد. التراس اهلاوي، شباب زي الفل وشباب محترمه. جمهور بورسعيد او شعب بورسعيد شعب بريء، مفيش ادنى مشكله. الجمهور، بعض الجمهور اخطا في عقوبات توقع، والموضوع في الاخر يعني يعتبر خلص. الاهلي بقى بيصل اثيوبيا. وصلت الحقيقه بعثه نادي الاهلي الى اثيوبيا على طيران استمر 3 ساعات النهارده. الاهلي عنده لقاء بكره الحقيقه مع البن الاثيوبي الساعه 3 الظهر. النادي الاهلي بياخد اللقاء زي ما احنا عارفين في ظروف صعبه، ولكن مانويل جوزيه قبل ما يسافر يعني واعد بال3 بونت. اللعيبه الحقيقه برضو يعني عندهم روح جامده جدا. وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقه سبق برضو على اثيوبيا عشان يطمن على الترتيبات، وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ اشاد الحقيقه بسفيرنا هناك محمد ادريس، وقال الترتيبات الحقيقه على اعلى مستوى. معانا برضو سياده السفير محمد ادريس ونعرف منه اخر اخبار البعثه. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا يا كابتن، اهلا بيك وبمشاهديك، ويعني تحياتنا من اديس ابابا. ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله مشرفنا الحقيقه يعني في الملاعب اليوم. عايزين نطمن من حضرتك بقى على بعثه الاهلي، الترتيبات، الجو هناك، هل الامور فعلا ميسره مفيش مشكله؟ وطمئنك، نحن الان يعني احنا بتوقيت اديس ابابا الساعه 7:30 مساء. انا بكلمك من الملأ من استاد اديس ابابا. معانا فرقه النادي الاهلي وكابتن حسن حمدي وكل الطاقم الفني والاداري، والفريق دلوقتي بيجري تدريبه قبل المباراه غدا ان شاء الله. الجو مستقر، والجو يعني جو المناخ الجو مستقر تماما، وايضا المدينه في حاله كده استعداد لهذه المباراه، لان الكل يعلم النادي الاهلي نادي كبير ونادي عريق، وايضا نادي البن الاثيوبي له شعبيه كبيره. فان شاء الله يعني اتمنى ان البعثه كلها بخير، وان شاء الله يكون غدا يكون عيد رياضي يليق بالناديين ان شاء الله. سياده السفير، بقى لنا فتره الحقيقه اي فرقه بتطلع بره مصر تلعب بنواجه مشكله، وهي مع مجموعه الاعلاميين او مع الوفد الاعلامي اللي طالع ما بيكونش فيه ترتيبات كويسه، دايما بيرجعوا يشتكوا. هل الموضوع ده يعني متفادينه المره دي؟ هل الوفد الاعلامي او اللي مرافق لفرقه نادي الاهلي الامور ميسره، ما فيش مشاكل في التغطيه الاعلاميه؟ وهكذا الوقت الذي حضر مع النادي الاهلي كله بخير، ومعداتهم وادائهم وكل تيسيرات موجوده لهم. ما فيش اي طلب غير ملبى من جانبهم. وطبعا ده وفد اساسي، وفد مهم، ويعني له دور كبير واهميه كبيره، وطبعا بيحظى بكل العنايه الواجبه والاهتمام الواجب طبعا. هلا فندم، وحضرتك طبعا متابع جيد للشارع السياسي او الشارع الرياضي، حضرتك عارف ان امبارح طلعت القرارات بتاعه لقاء الاهلي وبورسعيد. هل يعني القرارات دي عامله نوع من التاثير على فرقه نادي الاهلي، على البعثه اللي موجوده عند حضرتك، على المصريين اللي موجودين عند حضرتك؟ هي طبعا يعني هذه الاخبار ما زالت يعني حديثه، وبالتالي يمكن تفسيرات كثيره لم تتضح بعد. والبعثه احنا كنا معهم في المطار الفجر، الطياره مثلا بتصل الساعه 3:30 فجرا. فطبعا البعثه وصلت 3:30 فجرا ووصلت للفندق، وطبعا وصلوا في يعني بعد الراحه مطلوبه طبعا بعد الوصول. فيعني ما زال هذا الموضوع يعني يمكن ما هو الشاغل الاساسي دلوقتي للفريق. الشاغل الاساسي طبعا للفريق هو ان يستعد استعداد جيد للمباراه، وطبعا احنا هنا كلنا معاهم، وبنامل ان النادي يتخطى هذه الفتره. طبعا احنا نعلم انها كانت محنه كبيره للنادي، لكن هذا النادي نادي عريق، نادي له تقاليد راسخه، وبالتاكيد يستطيع ان يتجاوز هذه الفتره الصعبه وهذه المحنه الصعبه ايضا. وهذا في دور كمان طبعا لمشجعي النادي ومحب النادي
سواء في مصر او خارج مصر. فندم، هل يعني سمعنا ان في بعض القلق في الشارع عند حضرتك او في مشاكل في الامن؟ هل في ترتيبات معموله كويسه يعني كناحيه امنيه نطمن الناس على فرقه النادي الاهلي مفيش مشكله زي ما سمعنا او دي اشاعات؟ طبعا اطمئنك تماما انه ما فيش اي شيء امني غير عادي في مدينه اديس ابابا. الامن فيها مستقر ومستتب تماما، لا يوجد اي شيء يدعو لاي قلق. البعثه بخير، وانا بكلمك حاليا من استاد اديس ابابا وقدام الفريق بيجري تدريبه وكل شيء مستقر تماما. وطبعا احنا قبل ما يصل الفريق كنا برضه رتبنا لقاء مع الجانب الاثيوبي لتوفير كل سبل الميسره لتدريب الفريق ولمران الفريق ولاقامته ولتامينه وكل شيء. ويعني لا يوجد اي شيء يدعو للقلق. ساطمئنك واطمئن كافه محبي الفريق. شكرا سياده السفير محمد ادريس. الحقيقه سافرنا في اثيوبيا، الحقيقه يعني سياده السفير طمنا على الفرقه، طمنا على الوضع الامني، يعني الحقيقه يعني بنشكره على المداخله الجميله دي. هنسيب بقى النادي الاهلي ونروح اسماعيليه، وكلام كبير قوي في اسماعيليه عن حسني عبد ربه، عن حجازي، عن صبحي. الحقيقه اسامي كتير جدا الفتره اللي فاتت، ولكن حجازي يتصدر المشهد الفتره الماضيه. كلام كتير عن حجازي، المفروض ان حجازي كان هيجيب مبلغ كبير جدا من نادي فرونتينا الايطالي، ولكن توقفت المفاوضات. رجعت تاني المفاوضات، دخلت في حيز الجديه، ولكن حجازي بقى من وجهه نظره عنده وجهه نظر تانية ممكن نقولها ولا تسمعوها؟ لا، تعال نسمعها من حجازي شخصيا. رأي أحمد حجازي إيه في المفاوضات مع شيفيلد ورغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي؟ والله أول حاجة طبعا أنا يعني ما أعرفش أي حاجة عن الموضوع ده غير عن طريق النادي، ما فيش حد كلمني في أي حاجة. يمكن كلام ممكن يبقى كتير وممكن الناس تتكلم وتقول له مثلا أنت جاي لك كذا وجاي لك كذا وجاي لك كذا. أنا ما بعترفش بالكلام ده كله غير لما حاجة تيجي على النادي. أنا شايف إن النادي يعني هو الحاجة، أي حاجة بتيجي لي أنا بوصلها للنادي، وأي حاجة النادي بتوصل له بيقولها لي. فأنا مش شفتش حاجة رسمي يعني لحد دلوقتي. دي حاجة. الحاجة التانية يمكن أنا برضو مشيت في أمور مع نادي فيورنتينا والناس مشيت مع النادي الإسماعيلي في أمور وخلاص. يمكن الأمور ابتدت تخش في الشكل النهائي. يعني النادي الإسماعيلي طلب حاجة وهو اتفقوا على حاجة، بعد كده النادي الإسماعيلي طلب إن هو ياخد الفلوس دلوقتي. هناك حاجة مش قانونية اللي هم يدفعوا فلوس دلوقتي. فدلوقتي هم بيحاولوا يجيبوا فلوس للنادي الإسماعيلي عشان الصفقة تتم والنادي يوافق. فاحنا يعني بيحاولوا إلى حد ما اللي هم يعملوا حاجة هم يقدروا يعملوها، وانا برضو يعني بحاول اضغط عليهم وبحاول اضغط برضو على الناس اللي شغاله معايا. المفاوضات مستمره، مفيش توقف؟ مفيش توقف. يعني وقت ما الامور تتحل والناس تعمل اللي النادي الاسماعيلي عايزه اكيد المفاوضات هتخلص يعني. هو اصلا حجازي شكله ايطالي، فما ينفعش يلعب غير في الدوري الايطالي. طبعا بنتمنى له بالتوفيق. حجازي صغير صاعد واعد، يعني نحب ان شاء الله باذن الله نشوف حجازي، هاني رمزي، ونشوف حسني عبد ربه، ونشوف احمد حسن، يعني نشوف الرموز بتاعتنا اللي كانت موجوده ترجع تاني، ونشوف لعيبه كتير جدا. الحقيقه خلصنا بقى الجزء الاول من حلقتنا النهارده. معانا في الجزء الثاني النهارده يعني نجم مفضل لف الحقيقه، لعب في انديه كبيره اخرهم الاهلي، يعني نجم خلوق جدا. معانا النجم النهارده محمد فضل. هنشوف حديثنا مع محمد فضل النهارده، حديث ان شاء الله جريء جدا، ولكن بعد الفاصل.